السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي. النهاردة معانا منيو أسبوع جديد. يلا بينا نشوف أول حاجة معانا. أول حاجة معانا هتبقى كبدة وكلاوي. تمام. ومعانا بطاطس محمرة، وكمان معانا جزر على فلفل مخلل عملناه مع بعض برضو، وطبق سلطة كده بسيط. ممكن نستبدل يا بنات الكبدة بكبد الفراخ، ممكن نستبدلها بأي أكلة تانية احنا بنحبها. تمام. تاني يوم معايا كشري اسكندراني اللي هو بالرز والعدس، ومعانا بطاطس بس عليها توابل البطاطس فتحس ان هو لونها واخد لون شوية. ومعايا شوية خيار متقطع كده اخضر. وكمان معايا الطماطم اللي هي بالدقة، يعني بقطع الطماطم شرايح زي ما انتم شايفين، وبعمل لها دقة بالثوم والكمون والملح والكزبرة والشطة وهرسة الشطة اهو. ممكن نعمل معاها بطاطس محمرة كمان. تالت يوم معايا الكفتة المشوية، هتلاقوا طريقتها برضو نازلة عندكم في القناة بإذن الله. وسلطة الطحينة برضو طريقتها نزلت. وكمان معانا سلطة خضراء ومكرونة سباكيتي وبطاطس محمرة. ممكن نعمل الأكلة دي مع عيش، ممكن نعملها كفتة برغل، ممكن نعملها بأي طريقة تانية خالص. تمام. دي كانت تالت أكلة معايا النهاردة. ممكن يا بنات احنا ناخد أفكار أو نقلب أيام، مش لازم الأيام دي كلها تكون ورا بعضها. رابع يوم كان معانا سمك مشوي. تمام. السمك المشوي بيبقى خفيف قوي. معايا رز ابيض، وكمان معايا طبق سلطة كده خضرة بسيط. ممكن برضو لو مش حابة السمك المشوي ممكن تجيبي سردين تعمليه بسارية. ممكن كمان نعمل سمك مقلي اللي انت حباه، واي نوع زي ما انت حابة. خامس وجبة معايا يا بنات هي فطيرة بالصدق، بس انا مش عاملاها وش بيتزا يعني. تمام. فطيرة بالصدق وبحمر معاها بطاطس، ممكن نحط معاها كاتشب زي ما انت حابة اعملي، او شوية مخلل، او هي فطيرة كده لوحدها. تمام قوي. تمام اهي. وسهلة وبتاخد يعني من النوع اللي بتاخد كمية يعني. سادس حاجة معايا البطاطس التومية، دي اساسي معايا في اي منيو اسبوع، يعني الولاد بيطلبوها عندي على طول. تمام. هتلاقوا برضو طريقتها يا بنات، هسيبها لكم في صندوق الوصف. طبق مسقعة كده خطير. وكمان عملت بابا غنوج او بتنجان مشوي كده. وكمان يا بنات طلعت شوية مخلل، وطلعت وغسلت شوية جرجير. اكلة بصوا مفيش زيها، هي دي بقى الاكل اللي بيدفي وبيدي طاقة. تمام. ممكن برضو لو اي حاجة من دول انتوا مش بتاكلوها او مش بتحبوها، ممكن نستبدلها باي حاجة. بطاطس مهروسة، ممكن نعمل شوية عدس، ممكن نعمل اي حاجة انتي بتحبيها او ولادك بيحبوها. احنا بس بندي بعض افكار، وانتي بتشيلي بتحطي. تمام. دي كانت سادس وجبة معايا. اخر وجبة معايا بقى في المنيو سندوتشات الكبدة، كبدة اسكندراني كده. قلت ادلع الولاد بدل ما يجمسوها، لا اعملها لهم سندوتشات بالعيش الفينو وبطاطس محمرة. وممكن نطلع بقى مخلل، نعمل طماطم مقطعة. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.